مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد قليل نعرض على حضراتكم البيان التاريخي لرئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. إذن مشاهدينا ابقوا معنا، سنكون بعد دقائق مع البيان التاريخي لإعلان تحرير الموصل بالكامل من عصابات داعش الإرهابي. ستكونون مع كل قنوات شبكة الإعلام العراقي وإذاعة جمهورية العراق وبقية القنوات الوطنية لنقل هذا الحدث التاريخي، هذا الخبر الأهم. فعلناها سابقا في تكريت وفي الرصخة وفي جرف الصخر وفي كل المناطق، وإن شاء الله قريبا في الموصل وفي الحويجة. هذه آخر موقع لهذا وعدناك إن شاء الله بهمة هؤلاء الأبطال جميعا. جبناها وجت ويانا، جبناها وجت ويانا، جبناها وجت ويانا، عرفناها في بعدانا، جبناها وجت ويانا، 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 عرفناها في بعدانا، جبناها وجت ويانا، جبناها وجت ويانا، جبناها فعلناها محبوبك ما جبناها، 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 جبناها وطننا عليك قامت ربي أحضانا، جبناها وجت ويانا، جبناها وجت ويانا، قامت ربي أحضانا، جبناها وجت ويانا، جبناها وجت ويانا. التغطية المباشرة بانتظار البيان الذي سيلقيه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي ليعلن فيه تحرير الموصل بشكل كامل من عصابات داعش الإرهابية. مستمرون معكم بكل قنوات شبكة الإعلام العراقي وإذاعاتها. إذا مشاهدينا الكرام دقائق ونعرض على حضراتكم البيان التاريخي لرئيس الوزراء القائد العام بمناسبة تحرير الموصل.